نسي عليك جميع الكيكات هاد العيد. كيكه تراند هي اللي غادي تزين لك طبلتك. كلشي كيسولني على السر ديالها. كيكه قدرة قادر بلمسة 2026 غتخلي ضيافك يحماقوا عليها. هاد الكيكه دايره ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي وضربات ملايين المشاهدات. كتجمع ما بين الهمه والمذاق الخرافي والشكل اللي كيحمر الوجه قدام ضيافك. غادي ندوزو دابا باش نشوفوا المقادير. هاد الكيكه هادي كتكون فيها جوج ديال الطبقات. الطبقه الاولى عندي 3 ديال البيضات، واحد فاني، كاس ونص ديال الحليب، وكاس ونص ديال نيستلي، وهنايا عندي كاس لارب ديال السكر غادي نصاوبو به الكراميل. غادي ناخدو هنايا واحد الكاسرونه وتكون ما كتلصقش. غادي نديرو فيها السكر وغادي نديروه في البوطه. هانتوما كتبان لكم مهيله. غادي نحطوه فوق العافيه وما نقيسوهش نهائيا حتى كيبان لكم هنايا على هذا الشكل هذا. داب واحد شويه في الجناب. عاد ديك الساعات كنحركوه بمعلقه ديال الخشب باش ما كتلصقش فيها. كنبداو كنحركوه غير بشويه. واخا كيبان لكم هانتوما تحجر واحد شويه ما تخافوش منه، كيولي كيتطلق. كنبداو مره مره كنحركوه على نار مهيله. صافي ما كتعطلوش بزاف باش ما كيتحرقش وكيعطيكم هذاك المذاق زويون ديال الكراميل. هنا عندي واحد المول دهنتو بالزبده اولا الزيت، ضروري هاد المرحله هادي باش ما يلصق لكمش الكيك. غادي نخويو الكراميل هو الاول وغادي نخليوه جانبا كيبرد واحد شويه. وغادي نصوبو الطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الاولى كنحتاجو فيها كناخدو واحد الاناء وكندير فيه جميع هاد المكونات هادي دقه وحده. كنديروا البيض، كنديروا الفاني. الا عندكم الفاني سائله كتوتا بزاف مع المذاق ديال الكراميل كتجي زوينه. الا ما عندكمش اكتفيو غير بالساشي. وكتزيدوا الحليب ونستلي وكتاخدوا واحد الطراب اليدوي اولا الكهربائي وكتخلطوا هاد المكونات كامله كتطربوها. صافي من بعد ما تاكدتوا بانه البيض تطرب مزيان مع المكونات، غادي ناخذ هذاك المول اللي حطيت فيه الكراميل وغادي نزيد فيه هاد الطبقه الاولى. غنخويها في المول على الكراميل. ما غيتخلط لكمش مع الكراميل حيت الكراميل راه برد وجمد. غادي نخليوه جانبا وغادي ندوزو دابا باش نوجدو الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو فيها جوج ديال البيضات، جوج ديال الكيسان عامرين مزيان ديال الطحين، ونص كاس ديال السكر، وكاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت، وجوج معالق ديال الكاكاو المر، وجوج ديال الخمارات حمرين، وواحد الخنيشه ديال الفاني. الا عندكم الفاني السائله ديروا معلقه صغيره. كناخذوا واحد الاناء وكنبداو كنزيدوا فيه المكونات. هنا زدت البيض وواحد القرصه ديال الملحه باش كتوازننا المذاق، وكنزيدوا الفاني والسكر. كنطربوا مزيان مزيان هذا الخليط هذا حتى كيتبدل له اللون. هانتوما على هذا الشكل هذا حتى كيبيض. من بعد كنزيد له الزيت، كنطربوا واحد شويه وكنزيدوا الكاس ديال الحليب. من بعد كنحيدوا كاع هاد الطراب هذا الكهربائي وكنوليو كنخدموا غير بالطراب ديال اليد. غادي ناخذ واحد الصفايه اولا غربال، كنزيد عليه الكاكاو وكنغربلهم حيت كيبقاو فيه داك مع البرد كدغيا كيتكور. وكنزيدوا عليه واحد الكاس ديال الطحين. غنغربلو وغادي نطرب الطحين حتى كيدخل ما كيبقاش كيبان الطحين. وعاد ديك الساعات كنزيد الكاس الثاني ديال الطحين وكنزيد عليه جوج ديال الخمارات حمرين من فئه 7 غرام من كل وحده اولا 8 غرام من كل وحده. يعني المجموع كيكون اما 14 واما 16 غرام بحال بحال. كنطرب هذا الخليط كله مزيان مزيان حتى ما كيبقاش نهائيا كيبان لنا الطحين. من بعد خديت واحد سباتول وجمعت به هذاك الطحين اللي كيجلس في الجناب. غادي نخوي هذا الخليط هذا على المول، يعني هذا الطبقه الثانيه غادي نخويها على الطبقه الاولى غير بشويه. واخا كيبان لكم تخلط فاش كتدخل الفران
كلشي كيتعزل، كتولي طبقه الكراميل بوحديتها والطبقه ديال الفلون بوحديتها والطبقه الكيك بوحديتها. هذاك الشيء علاش هما سموها قدرة قادر. من بعد غادي نشعل الفران على 200 درجه. باش تنجح معاك هاد الكيكه وتجيك بحال ديال المحترفين، السر كامل كاين في الحمام المائي. كناخذوا واحد الاناء اولا شي حاجه اللي كتدخل الفران ما كتحرقش، مثلا بحال انا درت هكا طاوه وكديري فيها الماء غليان مباشره كتدخليها للفران. يعني هاد الكيكه هادي كطيب في حمام مائي. كنخليوها في الفران حتى كتنشف، يعني حتى كطيب بحال شكل الكيكه. من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها، كنخليوها حتى كتبرد بحراره الغرفه. من بعد كنغطيوها وكنخليوها في الثلاجه ليله كامله. مهمه بزاف هاد المرحله هادي، الوقت اللي ترتاح فيه في الثلاجه وما تزربيش عليها، خليها حتى تبرد على خاطرها باش تعطيك شكل متماسك وكيجي زوين. من بعد كناخذوا واحد البلاطو اولا واحد الصينيه، كنديروا فيها مره اخرى الماء غليان وكنديروا فيها هذاك المول لمده ديال 5 دقائق باش كيدي مولا معاكم وما كيتخسرش نهائيا الشكل ديالها. نتوما كتحاولوا كتعاونوها واحد شويه بشي كوردون وكتقلبوها في الطبق ديالكم. هاد الطريقه هذه ناجحه ومضمونه 100%. حاولت باش نشارك معكم جميع التفاصيل الصغيره والكبيره باش تنجح معكم من اول مره ومن اول استعمال. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، الحقيقه زوينه بزاف وكتشهي. هاد الحلوه هادي هي اللي غادي تنسيك في التماره ديال العيد. جربوها وردوا عليا وقولوا لي في التعاليق واش نتوما من عشاق الكراميل ولا من الكيكات العاديين. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي راقي، والمنظر ديالها صراحه يستاهل هاد المجهود كامل. بالنسبه للقوام ديالها شوفوا تبارك الله، راه كتجي هشيشه بزاف وكتجي بحال اللي مسقيه. هذاك الكراميل كيرجع عليها وكتجي بحال اللي مسقيه. هانتوما غادي نقطع معكم واحد الطريف وغادي تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كيجي بعدا اولا كيجي طبقات، وبالنسبه للقوام ديالها شوفوا بحال اللي كتجي مسقيه. وهانتوما القوام ديال الكريم كراميل كيجي متماسك. يعني هاد الطريقه هادي وهاد المقادير هادي ناجحه ومضمونه 100%. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال هاد النهار هذا، وبالصحه والراحه.